يا باغي الشر أقصر. هذا الأمر يتأكد العناية به لأن ثمة أعداء لدين الله سبحانه وتعالى وأعداء للمسلمين يرتبون برامج مسبقة قبل رمضان بشهور يهيئونها لرمضان، وأولئك القوم يدركون الربح العظيم الذي يحصله المسلمون في رمضان، فيقدمون برامج يتعبون عليها وينفقون عليها أموال طائلة وتبث وتقدم وتنشر عبر القنوات في رمضان صدا للمسلمين عن الخيرات، فيدخلونهم في مسلسلات بذيئة وخسيسة وفيها معاني منحطة وأمور منحرفة، ويتفننون في إغراء الشباب وجذب الناس لاستماع ذلك، حتى إن بعضهم يتعمد أن يجعل برامجه على ما يعبرون على مائدة الإفطار. على مائدة الإفطار تبدأ تلك البرامج وتستهلك الأوقات أوقات الشباب والنساء وغيرهم في تلك الأمور التي تجذبهم، ثم تضعف فيهم همة الإيمان والعناية بالذكر والإقبال على الصلاة وأداء التراويح وغير ذلك من الأمور، ولا يجنى من الشوك العنب. من يجلس على تلك المسلسلات لا يمكن أن تحرك في قلبه قيام الليل، ولا يمكن أن تحرك في قلبه قراءة القرآن، ولا يمكن أن تحرك في قلبه المعاني الفاضلة وأبواب البر المتنوعة. وهذا من المكائد التي يكيدها أعداء الدين لأهل الإيمان في هذا الموسم الذي يدرك أولئك فضله وبركته وعظم عائدته على المسلمين.